الجامعي بالدار البيضاء. غادي تكلمنا على هذه النسخة الجديدة ديال المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء. هي على كل حال نسخة كعادة المهرجان تأتي برعاية سامية من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وهي استمرارية طبيعية للدورة السابقة التي كانت قد تحدثت عن إعادة خلق المسرح، ليس مفهومه الوجودي ولكن فقط لإبراز لإعطاء دفعة جديدة للمسرح، وفي نفس الوقت لإبراز التغيرات التي عرفها المسرح بعد الجائحة. طبعا نحن دائما في المسرح ما بعد الجائحة، أنتم تعلمون أن الآن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن المدن العالمة، عن المدن المتعلمة، نتحدث عن التكنولوجيا الغامرة أو الاقتباسية، ما يسمى بالتكنولوجي إميرسيف. بعض المحاولات في الخارج استطاعت أن تدمج هذه التكنولوجيا في المسرح، ولكن ليس كل المسارح. نحن في المغرب كعادتنا نحاول في إطار الاستمرارية، لأننا في التنظيم السنوي للمهرجان نلتزم بالاستمرارية، فنحن كذلك نلتزم بطرح بعض الأسئلة الجديدة التي يطرحها المسرح الجامعي، ونلتزم كذلك بمحاولة فتح أفق جديد للمعرفة المسرحية. ولهذا جاءت هذه الأسئلة التي سنطرحها في هذه الدورة 35 من قبل: هل يمكن للمسرح الجامعي أن يدمج هذه التكنولوجيات الجديدة الغامرة أو الاقتباسية بصفة قطعية نهائية؟ هل يمكن أن نرى بزوغ أو بروز مسرح جديد هجين يجمع ما بين المسرح المفهومي الكلاسيكي وما بين التكنولوجيا؟ وإذا تمت هذه العملية، ما هو مستقبل المسرح بمفهومه الكلاسيكي؟ هل يجب عليه أن يعيد ترتيب أوراقه، أن يعيد النظر في هويته؟ ماذا إذن؟ هذه أسئلة التي سنطرحها، وهذا هو الجديد المهم في هذه الدورة، بالإضافة طبعا إلى مسائل أخرى كالحكامة سنتحدث عليها في إطار الندوة التي سأقوم ترى النور بعد قليل إن شاء الله.